نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم أخبار السودان اليوم. الجيش السوداني يتأهب لمعركة فاصلة في إقليم كردفان. تشهد جبهات القتال في إقليم كردفان منذ صباح الأحد حالة من الهدوء والحذر وسط ترقب لاحتمال تجدد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم. وأكدت مصادر ميدانية أن المناطق المتفاخمة لبلدة كزقيل جنوب مدينة الأبيض تعيش أجواء هادئة نسبياً. المهدي المنتظر في قبضة الشرطة السودانية بعد مطاردة مثيرة. في تطور أمني في شرق السودان، ألقت قوات محلية مسلحة في ولاية كسلة القبض على شخص ادعى النبوة وزعم ابنه المهدي المنتظر، وذلك بعد مطاردة أمنية أثارت اهتمام واسع في الأوساط المحلية. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم في بابنسة. شنت قوات الدعم هجوما على مواقع تابعة للجيش السوداني في مدينة بابنسة بولاية غرب كردفان، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة داخل المدينة. سقوط ضحايا بعد مواجهات داخلية في الطينة الواقعة تحت سيطرة الجيش. في مشهد يعكس هشاشة الوضع الأمني على الحدود السودانية التشادية، شهدت مدينة الطينة بولاية شمال دارفور حادث مسلح بين أفراد من التحالف السوداني، مما أسفر عن وفاة أحد العناصر وإصابة 2 آخرين.